السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله الوصفة ديال اليوم غنقترح عليكم كلاص بنكهتين كيتقام اقتصادي وجد سهل، غير مكلف، كيجي قابض ما كيذوبش بسرعة. عندي هنا بالنسبة للمقادير كنحتاجو نصف لتر نتاع الحليب ولاموس نتاع الفاني. هاد لاموس نتاع الفاني ممكن تعوضوها بعلبة نتاع لا كريم شونتيي وممكن تعوضوها بعلبة نتاع لا كريم تاع الكلاص. عندي هنا كنوضع في اناء الحليب وكنوضع عليه لاموس نتاع الفاني وغادي نخفقهم بالباتور. هنا بالنسبه للحليب ضروري يكون بارد مزيان، تكون وضعته من قبل في المجمد حتى يبرد مزيان، واحسن لو تخليوه حتى يعني تكون فيه داك الثلج الرقيق باش تطلع لكم لا كريم ديالكم يعني بسرعه وتطلع لكم مزيان. كنبقى كنخفق الكريمه ديالي بهذا الشكل حتى كنطلعها بهذه الطريقه. القوام ديالها يعني ما نطلعوهاش بزاف تتعقد، تكون شويه خفيفه. هنا كنقسمها على جوج. النكهه الاولى غنخليها بالفاني، غنضيف ساشيه نتاع الفاني وغنضيف واحد الياغورت نتاع الفاني يعني باش نخلي النكهه نتاع الفاني مركزه اكثر. هنا تضيفوا النكهات اللي بغيتو، النكهه نتاع الكراميل او النكهه نتاع يعني الشوكولا، لكم الاختيار. غنعاود نخفق جيدا حتى يندمج ليا داك الياغورت مع الكريمه بهذه الطريقه. وكناخذ علبه اللي غندخلها للمجمد اللي غنوضع فيها الكلاص. انا غنوضعها في هاد العلب هادو، ممكن تستعملوا اي نوع تاع العلب عندكم، وكنخوي فيه الكريمه او كنخوي فيه الكلاص ديالي. هنا كاضافه نضيف عليه حبيبه نتاع الشوكولا. لكم الاختيار، ممكن تضيفوهم ممكن تستغنوا عليهم، هذه فقط كاضافه. وكنخلط واحد شويه وكنغلق على السكر ديالي. هنا بالنسبه للشكل الثاني يعني الذوق الثاني يعني غنضيف ليه الفلون نتاع الفريز وغنضيف كذلك الياغورت نتاع الفريز. هنا بالنسبه للنكهات يعني النكهه اللي بغيتو اللي اختاريتو ضيفوا يعني الفلون بديك النكهه، ونفس النكهه ضيفوا الياغورت يعني بنفس النكهه، يكونوا بنفس النكهه. وكنخفق جيدا حتى كيندمج ليا داك حتى كيطلق ليا داك الفلو ما كيبقاش مكور. كنحصلوا على هذا الخليط، كنوضعوا ايضا في سبيره اللي غنوضعها في المجمد. هنا كنغلق على السبيرات ديالي، ضروري نغلقوا عليهم باحكام، تكون السبيره ديالنا كتغلق جيدا يعني باش ما يتشمش لينا الروائح اللي كيكونوا في المجمد. هنا من بعد ما دازت ليله كامله يعني الكلاص ديالي قبط راسو. هنا غادي نقدم معكم جوج طرق نتاع التقديم. هنا بالنسبه للطريقه باش نديموليو هاد الكلاص هذا، كناخذوا واحد قطعه نتاع الثوب او منديل وكنفزقوه بشويه ديال الماء سخون وكندوزوه على الجوانب نتاع السبيره كامله. وكناخذوا سكين باش نتاكدوا بلي الكلاص ديالنا يعني ديموله، كندوزوه كذلك على الجوانب بهذه الطريقه هذه وكيديمولا لينا بكل سهوله. يعني هذه طريقه جد سهله باش يعني يديمولا لكم الكلاص ديالكم بلا ما يذوب. هذا هو الشكل نتاع الكلاص. هذا بالنسبه الى بغيتو تستعملوا يعني تقديم عائلي. هنا كتزين غنضيف عليه القليل من اللوز اللي قطعته، ممكن تزينوا باي حاجه عندكم يعني بلي متوفر عندكم. وغنضيف خطوط هكا نتاع لاصوص نتاع الكراميل، خطوط عشوائيه، ممكن تزينوا بخطوط نتاع الشوكولا. وهذا هو الشكل نتاع الكلاص ديالنا. بالنسبه للشكل الثاني قدمته هكا في كؤوس يعني فرديه، وزينته بالقليل من الصوص نتاع الشوكولا وطريفات نتاع اللوز، كيجي هذا هو الشكل نتاعو. هنا غنقطع معكم طريف من يعني الكلاص الاول كما غتشوفوا، كيجي قابط فراسو ما كيذوبش بسرعه، كيجي بنين بزاف. يعني هادو وصفات يعني تاع الكلاص كيجي اقتصادي، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. والى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل ووصفه جديده.